في سنة 2009 وبعد 3 سنين من الواقعة الحقيقية بنلاقي محمد سلام في فيلم طير انت بيفكرنا بالقصة الأشهر بين ميدو والمعلم حسن شحاتة في أفريقيا 2006 لما بيقرر المعلم يعمل تغيير ميدو في الدقايق الأخيرة في ماتش مصر والسنغال اللي كان في نص نهائي أفريقيا، وكانت مصر هي البلد المنظمة. والحقيقة ان دي تعتبر ولا حاجة، والمفاجآت اللي هقولها لك خلال الحلقة دي من أول ما بيهدد زميله في الفريق بالمقص لحد الزئبق الأحمر اللي كسب مصر 3 أفريقيا زي ما بيدعي. أنا مش جاي أسرد لك مسيرة احترافية فيها شوية مشاكل، دي مسيرة مشاكل فيها شوية احتراف. يلا بينا نبدأ. في سنة 1999 بيكون الظهور الأول لميدو مع الزمالك، لاعب لسه ما كملش 17 سنة بيتصعد فريق أول، وبيظهر ميدو وبيخطف الأنظار قدام الكل. وزي ما قلت لك في الحلقة اللي اتكلمنا عنها في قصة عصام الحضري، أنا مش جاي أوجع دماغك بأرقام وإحصائيات، إحنا هنتكلم عن ميدو الشخصية والعقلية. انصحك ترجع تشوفها هتتبسط بيها قوي، وهي السبب اللي شجعني اكمل. في البدايه شكرا لكل الناس اللي دعمتني فيها والقناه رغم انها لسه في بدايتها، بس انا مبسوط باللي وصلت له لحد دلوقتي الحقيقه. اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو عشان تساعدنا نكمل، وهات كوبايه الشاي بتاعتك، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه والسودان واي انسان بيعاني على وجه الارض. يلا بينا نبدا. بعد الاداء المميز اللي بيظهر بيه ميدو في الزمالك وهو لسه لاعب شاب عنده 17 سنه و4 شهور بالظبط، بيطير في صيف سنه 2000 في تجربه احترافيه لنادي جينت في بلجيكا. بعد ما سافر بفتره بيقرر يرجع، لكن بيمنع والده الكابتن حسام وصفي وبيقول له كمل وان شاء الله هتنجح. بيبدا ميدو الموسم مع جينت البلجيكي باداء مميز، واللاعب الشاب بيسجل ويصنع كل حاجه في الكوره، وبيقدر يحصل على جائزه افضل لاعب شاب افريقي في بلجيكا كلها. تخيل لاعب في السن ده من افريقيا والعيون كلها شايفاه مشروع نجم. كان على وشك من الاستسلام في بداية الرحلة ويرجع، الا ان قرار الاب هنا فرق معاه عشان يطلع ميدو بعد اول موسم ليه في بلجيكا على هولندا من بوابة نادي اياكس. في الوقت ده كان نادي اياكس خارج من ظروف مش افضل شيء، بيفنش الدوري مرة تاني، مرة خامس، مرة سادس، والكاس خروج مرتين على التوالي من دور ال16 لحد ما بيوصل ميدو وبيقدر يحقق مع اياكس الدوري والكاس مع بعض في نفس الموسم، موسم 2001-2002. في السنة اللي انضم فيها ميدو كان معاه لاعب شاب جاي من السويد اسمه زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب عنده 19 سنة. بينجح ميدو على زلاتان وبشهادة مدربه في اياكس اللي قال نصا بعد كده ميدو مجتهد وزلاتان ده لاعب كسول. لكن ميدو مش بيسكت كالعادة، وشخصيته العنيدة قدرت تقلب موازينه في كل الأندية اللي راح لها. بعد نهائي الكاس بين اياكس واندوفن وبيخسر اياكس الكاس، بيدخل ميدو بعد الماتش وبيوصف زمايله انهم شوية قذارة وشتمهم. لاعب لسه ما كملش ال20 سنة بيعمل كده في غرف ملابس فرقته. بيرد عليه زلاتان وبيقول له مفيش قذارة هنا غيرك، وبتقوم بينهم خناقة بتوصل ان ميدو بيرمي المقص على زلاتان، كان على وشك هيجي في عينه لكن بيخبط في الحيط وبيتكسر. ومن هنا بتنتهي مسيرة ميدو مع مدربه كومان في الوقت ده. ودي ما كانتش الحالة الأولى ولا الوحيدة، دي كانت ختام تراكمات من مشاكل مع ميدو في وسط نادي اياكس. عنف في الملعب واداء سيء في المباريات ونزوله مع الناشئين. اللاعب اللي كان من سنة واحدة افضل من زلاتان من وجهة نظر مدربه بيتقال عليه دلوقتي فاشل، والمدرب بينتقده في المؤتمر الصحفي اكتر من مرة. احنا هنا كل ده بنتكلم واحنا لسه في 2003، لاعب عنده 20 سنة. وعلى غرار المشاكل دي كلها بيطلع ميدو اعارة من اياكس على سيلتا فيجو في اسبانيا. بيبدأ مع سيلتا فيجو بداية مميزة، بيسجل 4 أهداف في 8 ماتشات، وبيهدي الدوري لريال مدريد بعد ما سجل في ريال سوسيداد ويضيع عليهم الدوري وقتها. بتنتهي إعارته مع سيلتا فيجو، وأياكس بتقرر إنها مش عايزاه خلاص عشان يطلع على نادي مارسيليا في فرنسا. لحد دلوقتي 4 أندية في 4 دوريات مختلفة، بلجيكي، هولندي، أسباني، فرنسي. نظريا وعلى الورق تقول إنك قدام موهبة بيتخانق عليها كل الأندية والدوريات، وده مش كلامي، ده كلام واحد من اهم اساطير فرنسا اللي قال ميدو اضافه مش لمارسيليا بس، ده للدوري الفرنسي كله. في نفس الوقت اللي كانت مارسيليا بتتعاقد فيه مع دروجبا، يعني ميدو راح اياكس في وجود ابراهيموفيتش وراح مارسيليا مع دروجبا في نفس التوقيتات بالظبط. مش هقول رأيي لان اعتقد انت فهمت انا عايز اقول ايه. اهو بيبدأ مع مارسيليا باداء مميز، بيسجل وبيصنع، ولكن وهم راجعين في احدى مباريات الدوري الاوروبي ميدو كان بيهزر هزار مش لطيف مع مضيفة الطيارة، وده ما عجبش دروجبا. المشكلة اتطورت لحد الخناق جوه الطيارة وهم راجعين على فرنسا، لدرجة ان المدرب قال ان الطيارة كانت بتترج في الهواء. بيبدأ المدرب يشتكي منه بسبب زيادة في الوزن وانه لاعب مش ملتزم،
رغم انه قال كمان انا كنت متعشم فيها عند ركبه عشان من هنا تنتهي مسيره ميدو مع مارسيليا بعد موسم واحد. فاكر لما قلت لك كان افضل من زلاتان، وكان هنا المدرب بيقول عليه افضل من دروجبا. المهم بيطلع بعدها على روما في الدوري الايطالي والدوري الخامس لميدو في اوروبا، بغض النظر انه راح بشكل عبثي لروما وما قدرش ينافس هناك بسبب وجود 3 مهاجمين روما التاريخيين هما مونتيلا، كاسانو، الاسطوره توتي، ومن هنا ميدو ما بيقدرش يدخل المنافسه معاهم، وبالتالي ما قدرش يثبت نفسه مع روما. في الوقت ده كان مدرب منتخب مصر الايطالي ماركو تارديلي بيلاعب المنتخب فريق الاعلاميين في مباراه وديه. لاعب الاعلاميين مصطفى عبد الرحيم، ميدو حس ان اللاعب بيشوف نفسه عليه وبيحاول يلبسه كوبري وخلافه. ميدو بيقرر ما يسكتش، وبصراحه دي حادثه انا ما اقدرش امر عليها مرور الكرام وعديها زي غيرها، لان ميدو بيقرر في لحظه بتنعدم فيها انسانيته وبيدخل على لاعب الاعلاميين في ركبته وبيسبب للاعب اصابات خطيره. على اثرها اللاعب بيعتزل كره القدم تماما وبيعمل اكتر من 10 عمليات في رجله بسبب التدخل ده. في الماتش ده من قساوه اللحظه وتدخل ميدو بيقرر مدرب المنتخب يطلعه، او بمعنى اصح يطرده من المباراه، والموضوع بيوصل للمحاكم وقضيه في مشهد بيعبر عن عقلية وشخصية لاعب. انا ما كنتش حابب اقول رأيي وما زلت هحاول امسك كلامي، لكن اللي حصل من اول الحلقة، من اول وقعة المقص مع زلاتان لحد اللحظة دي مع لاعب الاعلاميين واللي هتشوفه بعد كده، احنا ما كناش قدام لاعب كورة طبيعي. واظن انت شفت بعدها الاساطير زي ابراهيموفيتش ودروجبا وصلوا لفين، وهكتفي بالكلمتين دول. بعد ما فشل ميدو في روما وما قدرش يثبت نفسه، بيطلع وقتها اعارة على توتنهام في الانتقالات الشتوية انجلترا، والدوري رقم 6 في ترحال ميدو مع اوروبا، وكل ده واحنا لسه في 2005 بعد ما راح بلجيكا سنة 2000. بيقدم موسم يعتبر من افضل مواسمه، بيسجل 13 هدف في 36 مباراة، ولكنه ما ينفعش يعدي موسم من غير مشاكل. بيطلع ميدو بتصريح للاعلام في ديسمبر 2005 وبيقول فيه ان ناديه السابق اياكس اكبر من توتنهام. تصريح حتى لو منطقي وبتقول واقع، لكن ما ينفعش تتكلم عن النادي اللي انت فيه وعلى ذمته بالشكل ده. انت لسه ما كملتش سنة مع الفريق، لسه منضم في يناير اللي فات. التصريح ده بيزعل منه جمهور توتنهام وبيقلب عليه وما بقاش متقبله في النادي خلاص، لكن في ظل اقتناع المدرب مارتن يول بيه وقتها هو اللي صمم وراهن على وجود ميدو، وبيقرروا يشتروه من روما بعد نهاية الإعارة. بعد تصريح ميدو ده بشهرين بالظبط في أفريقيا، وفي فبراير 2006 في نص النهائي مباراة مصر والسنغال والنتيجة كانت 1-1، تيجي الدقيقة 78 بيقرر كابتن حسن شحاتة يعمل تغيير مهاجم بمهاجم وينزل عمرو زكي على حساب ميدو. ميدو وقتها بيخرج متضايق وبيتخانق مع كابتن حسن شحاتة. الموضوع بيضايق كابتن حسن جدا على الخط وبيقول له يخرج بسرعة عشان مفيش وقت. مش بيستكفى ميدو بالخناق جوه الملعب، بيخرج يكمل ويوتر الاجواء اكتر. البطولة على ارضك وماتش صعب وخلاص نص النهائي والبطولة قربت. بيتدخل حسام حسن وقتها وبيحاول يفك الخناق. الامور اتعقدت والجمهور بيصفر على ميدو وبيقول له اطلع بره. بعدها بدقيقة بالظبط بيسجل عمرو زكي البديل اللي لسه نازل على حساب ميدو، والازمة بتشتعل اكتر، واللاعب اللي لسه عنده 23 سنة بيخلق ازمة بينه وما بين الجمهور في مصر. يعني ازمتين في ديسمبر 2005 مع جمهور توتنهام وبعد شهرين مع الجمهور المصري كله. المضحك في الموضوع ان عمرو زكي قال ان ميدو كان عايز متعب هو اللي يخرج مش هو. عايز اقول لك ان ميدو في البطولة دي مسجل هدف وحيد ومتعب مسجل 3 اهداف. تحس ان الجمهور وهدف عمرو زكي وقتها بيرد على ميدو من غير خناق ولا زعيق. مش عاوز اقول الجمهور خذله بقى، مش عاوز اقول ان الجمهور خذله، ان 80,000 ولا 90,000 الملعب بيقولوا له بره. بعدها بيطلع قرار من اتحاد الكورة بإيقاف ميدو 6 شهور مع المنتخب وحرمانه من معسكر النهائي، وهنا بتنتهي مسيرة ميدو مع المنتخب من قبل ما تبدأ وهو لاعب عنده 23 سنة. طيب أنا ملاحظ إنك بتكرر سنه كتير. أنا في الحقيقة قاصد أعمل كده عشان أثبت لك قد إيه الشخصية والعقلية بتفرق في كارير اللاعب ومسار حياته بشكل كبير، وبشكل مبطن بقول لك ليه ما عندناش محترفين كتير. الشخصية والعقلية زي ما قلت لك في حلقة الحضري المرة اللي فاتت. بتكمل سلسلة التصريحات مع ميدو لحد الجنون، عشان قبل مباراة في الدوري بيقول تصريح صادم للكل وبيقرر يتكلم عن سول كامبل مدافع الفريق اللي هيلعب ضده، وبيقول ان اسهل مدافع ميدو واجهه في حياته. طبعا هو فاكر ان التصريح ده هيجيب مع جمهور توتنهام، لان سول كامبل هو اكس توتنهام وانتقل من عندهم لارسنال. ولو ما تعرفش ان ارسنال وتوتنهام هم زي الاهلي والزمالك في مصر، ديربي شمال لندن، عامل زي ما تقول كده الاهلي فيه نجوم والزمالك فيه اساطير. هنا في مصر ممكن ده يجيب معاك، لكن هناك حصل العكس تماما.
غضب منه مارتن يول مدرب الفريق وقال تصريحات ميدو هي تصريحات غير مسؤولة. حتى جمهور توتنهام والجمهور الانجليزي كله قلب عليه واعتبروها اهانة لمنتخب بلدهم، والاكتر بقى هو الاعلام الانجليزي نفسه اللي قلب على ميدو وطلعه مسرح. اصل انت مهما رحت وجيت انت في الاول وفي الاخر غريب واجنبي عننا، بس خلاص انا ما بقتش متفاجئ من كلامك وردود افعالك، وخلاص هنا بتتكتب تقريبا نهاية ميدو، واللي بعتبر انا فيها 2006 ميدو دمر نفسه بنفسه. بعد سلسلة من التصريحات الغير مسؤولة وردود أفعاله المبالغ فيها والغير احترافية بتنتهي مسيرة ميدو مع الأندية الكبيرة وبتبدأ تاخد مسار أضعف. تخيل دي كانت مسيرة لاعب عنده 24 سنة وقتها، لو كان كمل باحترافية كان وصل فين؟ يطلع بعدها ميدو على نادي ميدلزبرو ورايح في ظرف طارئ، مش عشان النادي محتاجه ولا حاجة، لأن الاتنين مهاجمين بتوع الفريق كانوا مشيوا فجأة فما لاقوش غيره، رغم إن المدرب ما كانش مقتنع بيه، بس قال هحاول اتعامل مع طبيعة ميدو الصعبة. وطبعا البداية الشقية لميدو، بيسجل هدف في اول مباراة، بدايات نارية، لكن بيتصاب ميدو. بيرجع بعدها على فترات المدرب ما بقاش من اولوياته ميدو اللي هو اساسا ما كانش مقتنع بيه من البداية. بتبدأ هنا المشاكل وبتزيد ما بينهم لحد ما بيطلع إعارة في 2009 لنادي ويجن. فاكر عمرو زكي اللي حكيت لك عنه اللي نزل بديل لميدو في ماتش السنغال في 2006؟ اهو عمرو زكي بقى هو المهاجم الاساسي لويجن. بتيجي تصفيات افريقيا 2010 في ماتش مصر وزامبيا بيقعد احتياطي، بيرجع على انجلترا وبيقول لصحافة لندن انا سمعت ان في حد قال ان كنت متضايق عشان كنت قاعد احتياطي في ماتش زامبيا، لكن بقول لك اهو يا عمرو يا زكي انت ووكيلك ان الكلام ده ما يمشيش في اوروبا، واللعب هنا مش مجرد كام شهر بتلعب فيهم كويس وتجيب لك كام هدف، واللي انت بتعمله ده مش هيأثر عليا. لا ثواني، هو ميدو اللي بيقول الكلام ده؟ ده كلام ميدو؟ يا عم ماشي اللي تشوفه. تنتهي الست شهور اعاره بتوع ميدو في نادي ويجن، بيرجع بعدها لناديه لكنه بيطلع اعاره تاني، والمره دي مش في اوروبا، عشان يرجع ميدو على الزمالك في 2009. 6 شهور بدون اي تأثير مع الزمالك، هوب بيرجع تاني على ميدلزبراو، من هنا على ويست هام بشكل كوميدي جدا بعقد 1000 جنيه استرليني في الاسبوع. طبعا الناس هنا مسكته تريقه وقالوا ده موظف مش لاعب محترف، والنادي قال مش خسرانين حاجه، اهو لو اثبت نفسه يلعب، ما اثبتش نفسه مش هتفرق. سجل ميدو معاهم 0 اهداف، 3 اعارات ورا بعض الميدو، طبعا هم مش عايزينه، بيطلع على اياكس 3 شهور وبيفسخوا بعدها عقده، بيرجع على الزمالك في صفقة انتقال حر، ما قدمش هناك اي حاجة نهائي، واخيرا بيطلع لنادي بيرنزلي نادي في الدرجة الثانية. الوزن طبعا الزايد كان ظاهر على ميدو جدا في فترته مع الزمالك، وده ظهر قوي في اخر فتراته. بينضم ليهم ميدو في شهر 7 وبيعتزل اخيرا في يناير. فاكر الحضري الحلقة اللي فاتت قلت لك الحضري 22 سنة كورة، 12 سنة مع الأهلي و10 سنين في 10 أندية مختلفة. أهو ميدو من وقت ما طلع سنة 2000 لحد 2010 11 سنة غير فيهم 12 نادي. طبعا ده كله ميدو عمله وهو لاعب فقط. ميدو بعد الاعتزال قرر انه يمارس هوايته المفضلة ويكمل تصريحاته المشطشطة ويزعل الناس ويقول كلام مش حقيقي، ولو جربت تزنقه وتقول له احلف يتصبب عرقا. بس المرة دي ما كانش مجرد تصريحات صحفية او اعلامية، ميدو قرر يواكب العصر ويستخدم تويتر اللي هو اكس حاليا اللي بيتهكر ده تقريبا، عشان يقرر يقول آراءه هناك ويهاجم في ده ويطعن في ذمة ده، مرة مع محمود البنا الحكم المصري واللي بيرفع عليه قضية بعد كده بتهمة السب والقذف، ومرة يشتم مشجع لنادي الوحدة السعودي وكان هو مدرب الفريق وبسببها بيقيلوه من تدريب الفريق، هاني حتحوت، عامر حسين. بيطلع ميدو يهاجم ويشتم وبعدها بيطلع يعتذر عادي، بيقول على صلاح ما عندوش كاريزما، ابو تريكة هدفه الاول يكسب العواطف. في مؤتمر صحفي وهو مدرب لدجلة بيقول للصحفي انت اهلاوي، مرة مدحت شلبي، مرة مرتضى منصور، كل دي ناس ميدو كان بيهاجمها مع الوقت ويطلع بعدها يعتذر لهم عادي برضو. واخر ازمة ليه لما صرح ان منتخب مصر نجح مع حسن شحاتة بسبب السحر، وفي كل مرة يطلع يعتذر ويقول مقصودش. ده طبعا بعد ما الاعلى للاعلام قرر ان هو يوقفه. مسيرة ميدو كلها مشاكل بيتخللها بعض الكورة، والسؤال هنا هل نجح ميدو وكتب اسمه بحروف من ذهب مع نادي معين طبقا لامكانياته؟ هل ميدو نجح تدريبيا وحط بصمته مع فريق معين؟ هل ميدو نجح اعلاميا ويعتبر من التوب في مجال الاعلام؟ واخيرا هل ميدو شخص كاريزما اصلا؟ ومن هنا انا قررت ابني اهم جزء في الحلقة. اهلا بيكم في ازاي الدليل العصري للانسان المصري. ازاي تبقى محترف صح في 10 خطوات. اولا صدق النية، انما الاعمال بالنيات. اجعل نيتك دايما في اي عمل بتعمله انك بتسعى انك تكون انسان افضل لنفسك ولدينك ولاهلك ولمجتمعك اللي انت بتمثله. ثانيا احترم زملائك،
ثالثا احترم مدربك. 4 افهم ثقافة المجتمع اللي انت بتلعب وسطهم وارتقي. 5 احترم خصمك وقدره كويس عشان تقدر تلعبه صح. 6 اعمل لايك واشتراك في القناة عشان تساعدنا نكمل والمحتوى يوصل لغيرك، وقول لنا في الكومنتات تحب الحلقة الجاية تكون عن ايه. 7 الصبر ثم الصبر. التنقلات الكتير للاعب الكورة ولأي مهنة عموما مش حاجة كويسة، دي بتعبر عن انك كنت شخص غير ملتزم وبيدور حواليك مشاكل باستمرار، او انك كنت لاعب مش قادر تقنع المدربين اللي بتلعب معاهم. رقم 8 مهم جدا انك تحافظ على وزنك لان لاعب الكورة هو رياضي في الاصل. رقم 9 خليك مهذب، احترامك لنفسك هيجبر اللي حواليك يحترموك. واخيرا حب الناس رزق، نسأل الله ان يكون من رزقنا. سلام عليكم.